السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب سنة أولى إعدادي، دلوقتي ميعادنا مع مراجعة امتحان الشهر، شهر أكتوبر. تعال نراجع مع بعض نشوف إيه المعلومات، إيه الأسئلة اللي ممكن تجيلي، هيبقى شكلها عامل إزاي. تعال نبص. قال لك أول حاجة الدرس الأول معانا في المنهج بتاعنا، ده جاي في الامتحان طبعا. إحنا معانا أول 3 دروس، وفي مدارس حاطة الدرس الأول في الوحدة الثانية وفي مدارس لأ. فتأكد أنت أنهي وشوف أنت هتكمل المراجعة للآخر ولا هتوقف مع البوستر ده. قارة أفريقيا والموقع والكشوف الجغرافية. قال لك مثلا موقع أفريقيا، في عندنا 3 تعريفات. الموقع الفلكي، إيه هو الموقع الفلكي؟ قال لك هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. طب الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبة للماء واليابس. طب بالنسبة يا مستر للحضارة، قال لك الحضارة مجموعة الإنتاج الثقافي زي العادات والتقاليد والعلوم والفنون والقيم. إنتاج ثقافي، عادات، تقاليد، علوم، فنون، قيم. والانتاج المادي قال لك زي القلاع والمباني والقصور، قلاع ومباني وايه وقصور، وده اللي بيميز كل مجتمع عن التاني. تعال نتكلم عن الكشوف الجغرافيه. خد بالك في الاخر هنشتغل على الخرائط، اوعى تنسى. بالنسبه للكشوف الجغرافيه عندنا 3 ناس اكتشفوا جغرافيا في افريقيا. اولا المصريين اكتشفوا في وقتين في العصور القديمه. عندنا رحاله اسمه الرحاله حرخوف، رحاله اسمه الرحاله ايه؟ حرخوف، عمل 4 رحلات نحو الجنوب. ماشي. كمان عندنا الملك نخاوي الثاني، ده اللي بعت رحله تدور حوالين افريقيا واستمرت 3 سنين، وقدر المصريين القدماء يوصلوا للسودان والقرن الافريقي. طب في العصور الحديثه قال لك عندك محمد علي اللي حاول يكتشف منابع النيل، فوصل لجنوب السودان واكتشف النيل الابيض، رسم خريطه للنيل لغايه جنوب السودان واكتشف نهر النيل الابيض. يجي بعد محمد علي حفيد محمد علي الخديوي اسماعيل، قال لك ده يا سيدي اكتشف منابع النيل ووصل حكمه لغايه جنوب دائره الاستواء. يجي بعد كده معانا العرب. يا ترى مين العرب اللي اكتشفوا في افريقيا؟ قال لك عندك يا سيدي ابن بطوطه، عندنا ابن بطوطه وده عمل رحلات مهمه. ثواني بس نصغر الكتابه. عندنا ابن بطوطه وده عمل رحلات مهمه في شمال افريقيا، عمل ظرف في شمال افريقيا، وقدر انه يخترق الصحراء الكبرى لغايه ما وصل لمدينه مالي. يبقى ابن بطوطه وصل لمالي، ركز في دي. والقوافل بتاعت العرب قدرت توصل للسودان والحبشه وجزر القمر. طب ده ابن بطوطه وقوافل العرب. طب المسعودي قال لك من اوائل العرب اللي زاروا افريقيا، من اوائل الناس اللي قدر يزور افريقيا. يجي بعد كده دور الاوروبيين. اول ناس حاولوا يكتشفوا افريقيا من الاوروبيين البرتغال. مين من البرتغال عشان مش مكتوبه في الملزمه؟ الامير هنري الملاح. وصل دوران حول افريقيا عشان يوصلوا للهند، يعني كانوا عايزين يوصلوا طريق للهند عن طريق دوران حول افريقيا. ده اسمه طريق رأس الرجاء الصالح. الاوروبيين كان ليهم دور بارز في اكتشاف منابع نهر النيل، قدروا يكتشفوا نهر النيل بيبدا منين في القرن ال 18 و 19. بعد البرتغال مين جالنا من اوروبا؟ قال لك جالنا الانجليز والفرنساويين والهولنديين، بريطانيا وفرنسا وهولندا. نكمل اسئله بما تفسر يا مستر. بما تفسر ليه شبه جزيره سيناء لها اهميه استراتيجيه؟ هي ايه الاهميه الاستراتيجيه؟ هي الاهميه في وقت السلم والحرب والازمات. الاهميه في وقت السلم والحرب والايه والازمات. قال لك لان من خلالها سينا جالنا او تعرضت مصر لحملات عسكريه، في جيوش كتير هجمت علينا من سينا وحافظت، او لذلك الحفاظ على سينا ضروره لحمايه الامن القومي المصري الافريقي. خد بالك هحط لك الملزمه دي تحت في الديسكربشن. طب الاهميه الاستراتيجيه لموقع افريقيا. يا ترى ليه افريقيا موقعها مميز؟ قال لك لان موقع افريقيا الجغرافي خلاها بتشرف على ممرات مائيه مهمه. من الممرات المائيه المهمه اللي في افريقيا عندك مضيق جبل طارق ومضيق باب المندب وقناه السويس. يعني ايه لازمتهم دول؟ مش هتخش البحر المتوسط الا من مضيق جبل طارق، ولا هتخش البحر الاحمر الا من مضيق باب المندب، ولا هتخش من البحر الاحمر المتوسط او العكس الا من قناه السويس. لموقع قاره افريقيا اهميه اقتصاديه. يا ترى موقع افريقيا بيجيب فلوس منين؟ قال لك يا سيدي نغير بس اللون. موقع جغرافي خلاها بتتحكم في طرق الملاحه. ايه الملاحه دي يا مستر؟ حركه السفن. ايه الملاحه يا مستر؟ حركه سفن. هكبر حاضر. تاني حاجه الموقع الفلكي اللي ادى لتنوع مناخها. موقع افريقيا خلاها فيها كذا مناخ. طب وتنوع المناخ هيخلي النباتات الطبيعيه تختلف والحيوانات برضو تختلف والمحاصيل تختلف. نكمل. بالنسبه يا مستر لاهتمام اوروبا بالكشوف الجغرافيه لقاره افريقيا. ليه اوروبا اهتمت تكتشفنا؟ اولا عشان يوصلوا لطريق للهند من خلال الدوران حول افريقيا، وفي نفس الوقت يحتلونا اولاد الذين.
نهب خيرات افريقيا واستغلال ثرواتها، يسرقوا وينهبوا خيراتنا. تاسيس البرتغاليين الموانئ والمراكز التجاريه على السواحل الافريقيه. ليه تاسست البرتغاليين موانئ ومراكز تجاريه على البحر اللي عندنا في افريقيا؟ عشان يامنوا الملاحه والتجاره، ملاح حركه سفن والتاجر يعدي في امان. ايه الطريق اللي هيامنوا عليه؟ قال لك طريق راس الرجاء الصالح. تقسيم قاره افريقيا لعدد كبير من الدول مختلفه المساحه. ليه افريقيا اتقسمت لدول كتير؟ قال لك بسبب تسارع الدول الاستعماريه عليها، عشان الاوروبيين كانوا بيتخانقوا علينا، يخشوا البلد الواحده تكون بلد كبيره، فتيجي 3 دول يخشوا يتخانقوا على البلد دي، فكل واحده تاخد حته، فبدل ما هي بلد كبيره تبقى 3 بلد صغيره. تسارع ولنهب خيراتها واستغلال ثرواتها، مش هننسى الجزئيه دي. ما النتائج المترتبه على الموقع الفلكي لقاره افريقيا؟ ايه اللي حصل بسبب موقعنا الفلكي؟ قال لك تنوع المناخ، وتنوع المناخ ادى لتنوع، لسه قايلينها فوق، تنوع النبات الطبيعي والحيوانات والمحاصيل الزراعيه. ارسال محمد علي رحلات لاكتشاف منابع النيل. ايه اللي حصل لما محمد علي بعت ناس تكتشف النيل؟ قال لك يا سيدي اكتشفوا النيل الابيض ورسموا خريطه للنيل لغايه جنوب السودان. محاوله البرتغاليين لاكتشاف قاره افريقيا اواخر القرن الخامس عشر. ايه نتيجه البرتغاليين لما حاولوا يكتشفوا افريقيا؟ قال لك اولا وصلوا للهند عن طريق دوران حول افريقيا اللي هو طريق راس رجاء الصالح. ثانيا اسسوا عندنا مراكز تجاريه وموانئ عشان يامنوا الملاحه والتجاره. طب الاستعمار الاوروبي عمل ايه؟ الاستعمار الاوروبي عندنا منه لله. قال لك عمل مستعمرات في كل انحاء اوروبا، احتل كل حته وقسمنا لدول كتير عشان يضمن ان هو يسيطر علينا ولاد اللذينه. وده ادى الى ان احنا فقراء مع ان عندنا ثروات طبيعيه متعدده، عندنا ثروات كتير ومع ذلك بنعاني من الفقر. قيام الدول الاستعماريه بتقسيم قاره افريقيا ونهب خيراتها. ايه اللي حصل لما قسمونا؟ بقينا فقراء مع ان عندنا ثروات كتير. جعل افريقيا بتعاني من الفقر مع ان عندنا ثروات طبيعيه متعدده. انتخاب مصر لرئاسه الاتحاد الافريقي في 2019. ايه اللي حصل لما بقينا رؤساء الاتحاد الافريقي سنه 2019؟ قال لك يا سيدي ادى ذلك الى وجود فرصه قويه لتعميق دور مصر الريادي في قاره افريقيا. في فرصه كبيره ان دور مصر الريادي اللي هم رائده افريقيا يزيد. كمان تدعيم علاقه مصر مع دول وشعوب القاره افريقيا، يعني مصر وعلاقتها بالدول والشعوب هتزيد اكتر. دلل. يعني دلل يا مستر؟ يعني اشرح او ازاي. اشرح. شبه الجزيره العربيه شبه جزيره سيناء ليها اهميه حضاريه في افريقيا لان في حضارات وثقافات جات لنا من سيناء، من اشهرهم واهمهم الحضاره الايه يا مستر؟ الاسلاميه. الاهميه الحضاريه لموقع قاره افريقيا. اشرح الاهميه الحضاريه لموقع افريقيا. عندنا 4 حضارات قديمه. في مصر مش محتاجه ذكاء، المصريه القديمه. طب في السودان لا دي مهمه، اسمها كوش، شعرك منكوش. وفي اثيوبيا واريتريا عندنا حضاره اكسوم، اكسوم بالله العظيم لو هتنساها. وفي تونس عندنا حضاره قرطاج. لم يكن للبرتغاليين السبق في الدوران حول افريقيا. البرتغاليين مش اول ناس يدوروا حوالين افريقيا، لان ايام الفراعنه في ملك خدناه في اول عمود خالص اسمه ملك نخاول تاني، بعت رحله للدوران حول افريقيا، والرحله دي استغرقت 3 سنوات. يبقى حيث قام المصريون اثناء عهد الملك نخاول الثاني بارسال بعثه للدوران حول افريقيا، ابتدت من البحر الاحمر ورجعت من خلال مضيق جبل طارق وقعدت 3 سنين. الدرس الثاني قال لك يا سيدي ما المقصود بالاقتصاد الازرق؟ طبعا ازرق ميه، يبقى استثمار الموارد المائيه، استثمار الموارد المائيه بشكل مستدام والقضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي مع الغذاء مع الحفاظ على النظام البيئي. نستثمر الميه بشكل مستدام يعني على طول على طول، نقضي على الفقر ما يبقاش في حد فقير، نعمل اكتفاء ذاتي من الغذاء ما حدش يكون جعان، الاكل اللي عندنا يكفينا كلنا، مع الحفاظ على النظام البيئي ما نبوظش البيئه. الاخدود الافريقي دي يا حبيبي انكسارات طوليه في افريقيا، مجموعه انكسارات طوليه اتجاه العام من الجنوب للشمال، ماشيه من الجنوب للشمال، بتمتد في شرق افريقيا بطول 5600 كيلومتر. تمام. وخد بالك ان البحر الاحمر وخليج عدن والعقبه اجزاء منها. تعال نشوف بقى ايه شويه هضاب. قال لك اول هضبه معانا، عايزين نصغر، هضبه شمال افريقيا. بالنسبه لهضبه شمال افريقيا بس محتاجين نكبر شويه. بالنسبه لهضبه شمال افريقيا موجوده طبعا في الشمال، بتمتد من البحر الاحمر للمحيط الاطلنطي ومن وسط افريقيا لشمال افريقيا. الهضبه دي مميزاتها ايه؟ قال لك يا سيدي اتساعها كبيره الاتساع، قليله الارتفاع، واسعه ومش عاليه، بتنحدر تدريجيا من النحو الشمالي، يعني في الجنوب عاليه وبتوطى كل ما اتجهنا شمالا لغايه ما تلتقي بسواحل البحر الايه متوسط. تاني هضبه معانا اسمها هضبه الحبشه او هضبه اثيوبيا، موجوده فين؟ في الشرق. ايه تفاصيلها؟ قال لك شديده الارتفاع، دي مش عاليه قوي، لا دي عاليه قوي ومش عاليه بس، دي اعلى هضبه في القاره، مليانه حاجه اسمها
طفوح بركانيه، التربه بتاعتها عباره عن طفوح بركانيه كتير. هضبه البحيرات الاستوائيه مالها؟ قال لك بتقع في وسط القاره، موجوده في النص وبيمر فيها الاستواء، مش اسمها البحيرات الاستوائيه، فيها الاستواء. هنشوف كل ده على الخريطه بس في الاخر. اولا دي بتنحدر من الجنوب للشمال، بتبقى في الجنوب بردك زي شمال افريقيا، في الجنوب عاليه، وبتنحدر كل ما اتجهنا شمالا. نكمل. كمان فيها قمم جبليه بركانيه زي جبل كينيا وجبل كليمنجارو، وفيها بحيرات عذبه، طبعا اسمها البحيرات الاستوائيه، ففيها بحيرات عذبه زي بحيره فيكتوريا. نكمل. الهضبه الجنوبيه مش محتاجه ذكاء، موجوده فين في افريقيا؟ في الجنوب. الهضبه الجنوبيه بتنحدر بشده نحو الساحل الشرقي. الهضبه البحيرات الاستوائيه والهضبه الشماليه شمال افريقيا بينحدروا للشمال، دي الوحيده اللي بتنحدر للشرق. الغرب عالي، وكل ما اتجهنا شرقا بتوطى. وموجود جواها الاخدود الافريقي العظيم. نكمل. بالنسبه للجبال عندنا نوعين جبال، جبال اطلس، جبال البحر الاحمر. جبال اطلس اولا بتمر في 3 دول، من ال3 دول اللي في اطلس؟ تونس، الجزائر، المغرب. طب جبال البحر الاحمر برضو في 3 دول، مصر، السودان، اريتريا. جبال الاطلس موجوده في شمال دائره الاستواء، والبحر الاحمر في شمال دائره الاستواء. الاثنين قريبين مسطحات مائيه، دي جنب البحر المتوسط، ودي مش محتاجه ذكاء. جبال البحر الاحمر تبقى جنب البحر الايه؟ الاخضر، بحر الاحمر يا عم. طب ايه الاختلافات ما بينهم؟ قال لك بص بقى، جبال اطلس اتكونت نتيجه حركات باطنيه التوائيه، حصل لها حركات اسمها التوائيه. طب وجبال البحر الاحمر؟ قال لك بسبب الحركات الانكساريه. دي جبال التوائيه، دي جبال انكساريه. جبال اطلس بتمتد على طول الساحل الشرقي الغربي من بلاد المغرب لتونس، مغرب، جزائر، تونس. طب ودي قال لك في مصر والسودان واريتريا على الساحل او على طول ساحل البحر الاحمر. دي اعلى جبال اطلس، اعلى جبال فيها اسمها جبل طبقال، هنسى طبقال، تو بقال، 2 بقالين، ودي موجوده في المغرب. طب اعلى جبل في جبال البحر الاحمر جبال او جبل شايب البنات، شايب بيلعب بالبنات، ماشي، موجوده في مصر طبعا. بالنسبه للسهول الساحليه يا مستر، قال لك عندك البحر المتوسط، سهول البحر المتوسط موجوده في الشمال. طب واسعه ولا ضيقه؟ قال لك ضيقه عند المغرب عشان جبال اطلس. طب فيها ايه؟ قال لك فيها نبات طبيعي ومحاصيل زراعيه عشان فيها مطر في الشتاء. طب وسواحل البحر الاحمر دي موجوده في الشرق في مصر والسودان واريتريا. طب ضيقه ولا واسعه؟ ضيقه عشان سواحل البحر الاحمر عندها البحر الاحمر، جبال البحر الاحمر. طب دي كانت فيها زرع ونبات طبيعي. طب ودي قال لك فيها معادن ومصادر طاقه. طب سواحل المحيط الهندي؟ لا، على حسب البلد، دي بتكون واسعه في تنزانيا وضيقه في كينيا. اشمعنى كينيا ضيقه؟ قال لك عشان بتنحصر السواحل بتاعتها ما بين الساحل وهضبه البحيرات الاستوائيه. اخر سواحل معانا المحيط الاطلنطي، لا دي بقى بص موجوده في الغرب، ودي بص واسعه ومليانه حقول زراعيه، غنيه بالحقول الزراعيه، وعشان فيها زرع كتير ففيها كثافه سكانيه عاليه، فيها ناس كتيره بتعيش هناك. بما تفسر، يلا. تتميز هضبه الحبشه او الهضبه الاثيوبيه بخصوبه تربتها. ليه هضبه الحبشه خصبه؟ قال لك عشان عندها طفوح بركانيه. خد بالك الطفوح البركانيه دي تبقى مليانه حاجات مفيده جدا للزرع. تعد هضبه الحبشه الهضبه الاثيوبيه المنبع الموسمي لنهر النيل. ليه هضبه الحبشه منبع موسمي؟ عشان بينزل على المطر في موسم واحد او فصل واحد اللي هو فصل الصيف. تعرف هضبه البحيرات الاستوائيه بانها المنبع الدائم لنهر النيل. اللي فاتت كانت موسمي عشان بتمطر في الصيف بس، طب والدائم عشان بتمطر طول السنه، طوال العام. اهميه جبال قاره افريقيا بالنسبه للنشاط السياحي، قال لك الجبال عندنا في افريقيا فيها مناظر طبيعيه خلابه بتجذب السائح اللي عايز يمارس تسلق الجبال، عايز يطلع فوق جبل او يعمل سياحه سفاري، يخيم جنب الجبل. خصوبه التربه في وادي النيل في مصر والسودان. ليه وادي النيل في مصر والسودان التربه بتاعتهم خصبه؟ قال لك يا سيدي لان هي اتكونت طمي اللي نهر النيل بينقله من عند هضبه الحبشه اللي احنا قلنا فيها طفوح بركانيه، هضبه الحبشه او اثيوبيا البركانيه. يختلف اتساع السهول الساحليه في القاره من منطقه لاخرى. ليه السهول الساحليه بتختلف اتساعها؟ على حسب اقتراب وابتعاد المرتفعات. كل ما المرتفعات جبل هضبه يكون قريب من الساحل، السواحل تكون ضيقه. كل ما الجبل او الهضبه يبعد عن الساحل، كل ما السواحل تكون ايه؟ واسعه. اهميه الاقتصاديه لسهول البحر الاحمر. يا ترى سهول البحر الاحمر بتجيب فلوس منين؟ قال لك مليانه معادن ومصادر طاقه. ضيق السهول الساحليه للبحر الاحمر عشان جبال البحر الاحمر قريبه قوي من السواحل. اقتراب جبال البحر الاحمر من الساحل. الاهميه الاقتصاديه للسهول افريقيا على سواحل المحيط الاطلنطي. ليه سهول المحيط الاطلنطي ليها اهميه اقتصاديه؟ عشان مليانه حقول زراعيه وبالتالي فيها كثافه سكانيه عاليه، مليانه زرع وبالتالي فيها ناس كثيره بتعيش هناك. ما النتائج المترتبه على خصوبه التربه في هضبه الحبشه؟ هنا في غلطه، الحبشه. ايه نتيجه ان تربه الحبشه خصبه؟ قال لك اولا اشتغلوا هناك في الزراعه، قيام حرفه الزراعه.
ثانيا عندهم حضارات قديمه في اثيوبيا. من الحضارات القديمه اللي عندهم حضاره اكسوم. اكسوم بالله العظيم. اقتراب الجبال، هنا برضو غلطه، بدل الجمال الجبال. اقتراب الجبال من الساحل الشرقي في كل من مصر والسودان. الجبال ايه نتيجه ان الجبل قريبه من السواحل في مصر والسودان واريتريا؟ قال لك يا سيدي ان السواحل هناك ضيقه، ضيق السور الساحليه. الارتفاع الشرقي لجبل كليمنجارو، خد بالك جبل كليمنجارو موجود في المنطقه الاستوائيه، اكتر مكان حر في الدنيا، ولكن بسبب ارتفاعه بيتكون فوقيه ثلج. طبعا دي قاعده خدناها زمان، كلما ارتفعنا الى الاعلى 150 متر تقل درجه الحراره درجه واحده مئويه. اقتراب جبال اطلس من ساحل البحر المتوسط، فكره ان جبال اطلس قريبه من البحر المتوسط ده ادى الى ضيق السهول الساحليه في بلاد المغرب العربي. عشان جبال اطلس قريبه من البحر المتوسط فالسواحل هناك ضيقه في بلاد المغرب بالذات، تونس الجزائر المغرب. سقوط الامطار الشتويه على السهول الساحليه للبحر المتوسط، فكره ان في امطار شتويه بتسقط على السهول الساحليه للبحر المتوسط ده خلى عندهم نبات طبيعي ومحاصيل زراعيه بيعيش عليها الناس بسبب الامطار الشتويه. دلل يعني اشرح. مظاهر السطح في هضبه شمال افريقيا، قال لك هضبه شمال افريقيا فيها 5 حاجات. صحراء كبرى، ماشي دي اكبر صحراء في العالم. جبل زي جبل العوينات ده ما بين مصر وليبيا والسودان. عندها كمان منخفضات زي منخفض القطاره ده عندنا في مصر. واحه في مصر اسمها سيوه، وواحه في ليبيا اسمها واحه الجوف. تساهم منطقه المناطق الجبليه في افريقيا في النشاط الصناعي. ليه الجبال بتساهم في الصناعه؟ عشان مليانه محاتم. ايه المعادن اللي موجوده في الجبال؟ عندك الحديد، الذهب، النحاس، الفوسفات، الفضه. الدرس الثالث نهر النيل والحضارات القديمه في افريقيا. تعال نبدا نشوف ما المقصود بحوض النهر. ايه حوض النهر؟ قال لك الارض اللي فيها مجرى النهر، النهر نفسه جميع روافده. ايه روافده دي؟ الانهار اللي بتصب في النهر. ومنابعه، ايه منابعه دي؟ المكان اللي بينزل عليه المطر وبيبدا عنده النهر اسمه المنبع. طيب النهر الدولي ده نهر يا سيدي ما بيمشيش في دوله واحده، كذا دوله. نهر يمتد مجراه، النهر نفسه روافده الانهار اللي بتصب فيه في اكثر من دوله في كذا دوله. طب الاندوجو، قال لك الاندوجو معناها الاخاء، الاخوه باللغه السواحليه. عباره عن ايه بقى الاندوجو؟ قال لك تجمع اقليمي للدول اللي بتبص على نهر النيل او ليها مصالح مشتركه في ميته. احنا خدنا الاقتصاد الازرق، تعالى الاخضر بقى. قال لك هو الاقتصاد صديق للبيئه، اقتصاد بيكون صديق للبيئه ما بيضرش البيئه، بيستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بيعمل نمو اقتصادي على طول على طول على طول، بس بيحافظ على البيئه وبيعمل عداله اجتماعيه، بيخلي المجتمع يعيش في عدل وبيقلل الفقر والبطاله. ايه الفقر؟ معروفه. ايه البطاله بقى؟ الناس اللي مش لاقيه شغل عددهم بيقل بسبب الاقتصاد الاخضر. نكمل. تعال نشوف المنابع الدائمه والموسميه لنهر النيل. الدائمه عندك هضبه البحيرات الاستوائيه. الدائمه عندك بيسقط عليها امطار طول السنه، اهم انهارها نهر الكاجيرا. اهم انهارها نهر ايه؟ كاجيرا. طب والموسميه؟ قال لك عندها هضبه الحبشه وبيكون فيها امطار غزيره في الصيف بس، عشان كده موسميه، وفيها 3 انهار زي نهر السباط اللي بيقابل بحر الجبل ويخليه يرجع لقوته، بيكون بحر الجبل ميته قليله فالسباط بيرجع لنهر بحر الجبل قوته. عندنا كمان النيل الازرق ونهر عطبره، الاثنين بيمدوا نهر النيل او بيخلوا نهر النيل يجري لغايه ما يصب في البحر المتوسط بقى المصب بتاعه. الحضارات القديمه في افريقيا عندنا اول حضاره الحضاره المصريه القديمه كانت موجوده فين؟ في شرق افريقيا على نهر النيل. الحضاره دي مليانه مميزات. بص يا سيدي، اولا تقدموا في كل حاجه زي التعليم، الفنون، العلوم، الادب، العلوم، العماره والادب والعلوم. ايه الادب؟ الادب يا مستر يعني الكتابات، الحاجات اللي بتتكتب، كل الكلام التاني مفهوم. عملوا مشروعات اقتصاديه، عملوا حاجات في الزراعه، الصناعه، التجاره، دي مشروعات اقتصاديه. وطدوا العلاقه التجاريه مع الحضارات المجاوره. تاجروا مع مين؟ قال لك كوش اللي هي السودان وبلاد بونت. تعال نشوف كوش. حضاره كوش قال لك حوالين نهر النيل، ماشي، وكانت في بدايتها عند مدينه اسمها نبته، ثم انتقلت الى مدينه ثانيه اسمها مروي. طب ايه نظامها؟ قال لك يا سيدي اشتغلوا في الزراعه والتعدين، احنا اشتغلنا في الزراعه هم كمان زراعه. كانت مركز تجاري مهم. تاجرت مع مين؟ مصر. مش احنا تاجرنا معاهم؟ هم تاجروا معانا. كمان تاجروا مع اكسيوم، في غلطه هنا، اكسيوم ماشي شرقا. كانوا بيتاجروا في ايه؟ بالعاج، البخور، الحديد، الذهب. ايه العاج ده؟ عارف الفيل؟ جنب زلومه الفيل بيكون في انياب هنا، ده اسمه العاج. وبرعوا في الرسم والنحت والعماره، وكانوا بيتاجروا او اشتهروا بتجاره العاج والبخور والحديد. ايه العاج؟ الانياب اللي بتبقى جنب زلومه الفيل. بالنسبه لحضاره اكسيوم قامت في شرق افريقيا، كانت موجوده في الشرق في اريتريا واثيوبيا بتوع دلوقتي. دي بقى يا سيدي عباره عن بمثابه مركز تجاري قوي، كانت مركز تجاري جامد، ماشي، ملتقى عديد من طرق، يبقى مركز تجاري جامد وبيتقابل عندها طرق تجاريه كتير.
تاجروا في ايه وعملوا منه فلوس كتير؟ قال لك يا سيدي دهب معروفه، عاج عرفناها، عطور وتوابل. اهتمت كمان بالزراعه وتربيه الحيوانات، كانوا بيزرعوا وبيربوا حيوانات. اشهر الصناعات بتاعتهم بيعملوا فخار بيزخرفوه، فخار وبيخلوا فيه الوان واشكال، وعملوا كمان الازاز. اخر حضاره معانا والمختلفه عن الثلاثه التانيين حضاره قرطاج، هيسالك فيها اكيد في الامتحان. قال لك ظهرت في الشمال في تونس دلوقتي، ماشي. سؤال مين اللي عملها؟ الفينيقيين، هم اللي اسسوا الحضاره ايه؟ قرطاج. قال لك دي بقى يا سيدي ما ارتبطتش بنهر النيل، ولكن قامت على التجاره، وكانت ذات موقع استراتيجي في منتصف الطرق ما بين الشرق والغرب في البحر المتوسط، مكانها حلو في النص، عشان كده سيطرت على الساحل والجزر اللي في البحر المتوسط. هنشوف دي في الاسئله دلوقتي. بما تفسر. ليه نهر النيل نهر دولي؟ لانه مش موجود في دوله، ده موجود في 11 دوله. طب ليه مصر عملت تجمع الاندوجو؟ عشان يعمل تشاور وتنسيق وتعاون ما بين الدول اللي على النيل، كمان نحافظ على المصالح المشتركه ما بيننا وما بين بعضينا. طب استدامه جريان النيل. ليه نهر النيل شغال على طول على طول؟ قال لك لانه ثنائي المنبع، بيجي له ميه من حتتين، منبع دائم زي هضبه البحيرات الاستوائيه جايبه له ميه على طول، ومنبع موسمي زي هضبه الحبشه بتجيب ميه في الصيف بس. اهميه نهر عطبره والنيل الازرق، الاثنين بيصبوا في نهر النيل الابيض وبيساعدوه ان هو يجري لغايه ما يصب في البحر المتوسط في الشمال. ساهمت مصر في انشاء خزان جبل الاولياء في السودان. ليه مصر ساهمت في انها تعمل ده؟ عشان تعمل تنميه مستدامه عند دول حوض النيل، السودان منهم، وتخلي السودان هنا بص من خلال ان تخلي السودان تولد طاقه كهربائيه، بنساعد اخواتنا. قله مساهمه المنابع الدائمه في نهر النيل. ليه نهر النيل ما بيجروش ميه كتير من هضبه البحيرات الاستوائيه؟ عشان في مستنقعات هناك بتاخد ميه كتير، وزياده البخر. في غلطه هنا، بخر، البخر اللي هو الميه وهي جايه بتتبخر اصلا، والمستنقعات اللي هي الطينه بتاخد ميه كتيره جدا. نكمل. وضع منظمه الامم المتحده اتفاقيه قانون تنظم استخدام المجاري المائيه في الاغراض غير الملاحيه. ليه الامم المتحده حطت الاتفاقيه دي؟ قال لك يا سيدي تنظيم استخدام الميه، يعني نستخدم الميه بنظام، وتنميتها نزودها، اداره مياه الانهار وحمايتها ما حدش عارف يلوثها، واخيرا ننتفع بها انتفاع امثل ومستدام للاجيال اللي دلوقتي، الاجيال بتاعت دلوقتي والاجيال اللي لسه هتيجي المقبله. ظهور العديد من الحضارات القديمه على اراضي قاره افريقيا. ليه في حضارات قديمه كتير في قاره افريقيا؟ قال لك بسبب ان افريقيا فيها مقومات طبيعيه وبشريه لقيم الحضاره، زي موقعنا الحلو والثروات الكتير، عندك بقى ميه، نبات، حيوانات، معادن، طاقه. كمان بقى البشري ان عندنا سكان كتير يستثمروا اللي احنا قلناه فوق ده. ما النتائج المترتبه على استقرار المصري القديم على ضفاف نهر النيل؟ ايه نتيجه ان المصري قعد على نهر النيل؟ نهر النيل علمنا الزراعه، الزراعه علمتنا كمان نربي الحيوانات، وبدات تنشا القرى. طب كبرت، بدل ما القرى بقت مدن، طب اتحالفوا مع بعض بقى اسمهم اقاليم، وفي النهايه بنتوحد وبنكون بقى الاسرات الحاكمه. الموقع الجغرافي لحضاره اكسيوم. ايه نتيجه موقع اكسيوم الجغرافي الحلو؟ قال لك ان هي مركز تجاري قوي، وان هي بتقابل عندها طرق تجاريه كتير، قلناها دي واحنا بنشرح. الموقع المتميز لمدينه قرطاج. ايه نتيجه ان قرطاج مكانها حلو؟ قال لك يا استاذ ان هي عملت مملكه قويه وحكمت معظم اجزاء سواحل افريقيا وبعض الجزر، حكمت شط افريقيا الشمالي كله وشويه جزر في البحر المتوسط. دلل يعني ايه؟ اشرح. مصر ليها دور في تنميه ميه حوض النيل، تنميه الدول اللي عليها. عملنا 5 حاجات. قال لك يا سيدي في السودان عملنا خزان صنار على النيل الازرق عشان نساعد السودان، كمان دفعنا تكلفه انشاء خزان جبل الاولياء على النيل الابيض، ده النيل الازرق ودي النيل الابيض برضه في السودان بس عشان يولدوا كهرباء، هنا عملنا، هنا دفعنا. كمان عملنا في اوغندا سد اسمه سد اوين. كمان حفرنا كذا 10 ابار في كينيا، ومراكز بحوث مائيه في تنزانيا. كذا بير في كينيا عشان يشربوا من تحت الارض، وتنزانيا ميتها بايظه فيها مشاكل، عملنا لهم مراكز بحوث الميه. واخيرا كان في بحيرتين فيكتوريا وكيوجا نظفناهم من الحشائش والنباتات. يبقى هيسالني في اللي بعديه، اهتمت مصر بزياده ميه بحيره فيكتوريا بان احنا طهرناهم من الحشائش والنباتات. قامت مصر مع ودول حوض النيل بعقد اتفاقيات. ازاي؟ بشرح الاتفاقيات. عندك اتفاقيه 1929 ودي ان دول حوض النيل مش هيعملوا اي مشاريع على النيل الا لما بيتفقوا معانا احنا الاول. طب الاتفاقيه بتاعت 2015 مش مع الكل، مصر والسودان واثيوبيا اتفقوا على كذا مبادئ زي ان احنا نتعاون وننمي بعض وما نضرش بعض، ونستخدم النيل استخدام عادل ومنصف. منصف يعني عادل ومناسب. كان لنهر النيل دور رئيسي في نشأة الحضارة المصرية القديمة، لأن النيل علمنا الزراعة. فين الزراعة وتربية الحيوانات
وساعتها بدات تظهر القرى، لسه قلنا من شويه صغيرين. بعد كده كبرت بقت مدن واتحدوا بقى اقاليم، بعد كده اتوحدت مصر وبدات الاسر. تاثر الكوشين بمظاهر الحضاره المصريه القديمه. الكوشين قلدونا في ايه؟ قال لك يا سيدي بنوا اهرامات ومعابد عند زينا، بس خد بالك عندهم اهرامات اكتر مننا بكتير. نحتوا تماثيل. ايه كمان؟ قال لك عبدوا بعض المعبودات المصريه، عبدوا الهه زينا من عندنا، يعني زي رع، امون، اوزوريس، ايزيس، دي 4 آلهة مصريه الكوشين عبدوهم. اختلاف نشأة حضاره قرطاج عن حضاره مصر واكسيوم وكوش. ايه الفرق ما بين قرطاج ومصر واكسيوم وكوش؟ قال لك يا سيدي قرطاج الوحيده في الاربعه اللي ما ارتبطتش بنهر النيل، لا دي قامت على الساحل الشمالي البحر المتوسط وما اعتمدتش على الزراعه، دي اعتمدت على التجاره. تعالى بقى دلوقتي محتاجين نعرف حدود افريقيا. يا ترى ايه حدود افريقيا؟ قال لك افريقيا حدودها من الشمال البحر المتوسط. افريقيا حدودها من الشمال البحر الايه؟ متوسط. نكبر القلم شويه. افريقيا بيحدها من الشمال بحر متوسط زي ما قلنا، ومن الشرق بحر احمر ومحيط هندي، ومن الغرب عندنا محيط اطلنطي بس ملهاش جنوب. خد بالك في عندنا كام دوله اسمها ايه؟ دوله حبيسه. هي 54 دوله افريقيا. عندنا مالي حبيسه، بوركينا فاسو، نيجر، تشاد، افريقيا الوسطى، جنوب السودان، اثيوبيا، اوغندا. ركز هنا في 2 صغيرين، رواندا وبروندي. وعندنا كمان ملاوي وزامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا واسواتيني ولوسوتو. اسواتيني وايه؟ لوسوتو. دي الدول الحبيسه. خد بالك ان افريقيا عندها جزيره هنا اسمها جزيره مدغشقر. في مضيق هنا ما بين مدغشقر وافريقيا اسمه مضيق موزمبيق. عندنا كمان جزر صغننه هنا مهمه اسمها جزر القمر. هتنسى القمر افتكرها بيا القمر. ايه تاني يا مستر؟ في مضيقين هنا، في مضيق جبل طارق باب المندب ده بيفصل ما بين اسيا وافريقيا. في مضيق هنا اسمه مضيق جبل طارق بيفصل ما بين افريقيا واوروبا. بحر متوسط بيفصل افريقيا عن اوروبا. بحر احمر بيفصل افريقيا عن اسيا والهندي. والمحيط الاطلنطي بيفصل افريقيا عن امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. الكشوفات الجغرافيه، احنا اتفقنا عندنا رحاله اسمه حر خوف وصل الجنوب، السهم البرتقاني ده. تمام، امسح. حر خوف وصل لغايه جنوب افريقيا بس، ماشي. عندنا كمان نخاو. شايفين الاسهم الحمراء دي؟ نخاو التاني لف حول افريقيا من البحر الاحمر لغايه رجع من المحيط من مضيق جبل طارق. عندنا كمان ابن بطوطه، بص كده شايفين الاسهم الزرقاء؟ عمل رحلات في الشمال وصل لغايه مدينه مالي هنا ابن بطوطه. مين تاني يا مستر؟ محمد علي والخديوي اسماعيل. محمد علي وصل لغايه جنوب السودان لغايه النيل الابيض. يجي الخديوي اسماعيل يوصل حكمه لغايه جنوب دائره الاستواء لغايه اخر السهم الاسود ده. تضاريس افريقيا، ركز معايا. عندنا الهضبه، هضبه شمال افريقيا كبيره جدا، قلنا من البحر الاحمر للمحيط الاطلنطي، ومن البحر المتوسط لغايه نص افريقيا تقابل البحر المتوسط. فيها 5 حاجات: منخفض القطاره، جبل العوينات اللي ما بين مصر وليبيا والسودان، عندك واحد سيوه في مصر والجوف في ليبيا، واخيرا عندنا الصحراء الكبرى اللي تعتبر اكبر صحراء في العالم. في الشرق هنا هضبه اسمها الحبشه، دي اعلى هضبه فاكرها. عندنا في النص هنا هضبه البحيرات الاستوائيه، فيها بحيرات استوائيه زي بحيره فيكتوريا. والهضبه الجنوبيه اللي بيعدي فيها الاخدود الافريقي العظيم بتنحدر نحو الغرب. تمام. عندنا كمان الجبال. بالنسبه للجبال الالتوائيه عندنا جبل اطلس وجبل كاب، ما تنساش الكاب تحته على الشمال خالص. اطلس اعلى جبل فيه طبقال، موجود في الجزائر والمغرب وتونس. جبال البحر الاحمر الوحيده انكساريه، واعلى جبل عندها شايب البنات. بالنسبه للجبال البركانيه هم 3 جبال. كينيا معروفه هنا، دراكنزبرج، هنسى دراكنزبرج، دورا كنزبرج، دراكنزبرج. واخر جبل وده اعلى جبل عشان كسبت في الاخر اسمه جبل كليمنجارو. هنسى كليمنجارو وافتكرها بكل من جارو. بالنسبه للصحراء عندنا صحراء في الشمال اسمها صحراء الكبرى، وعندنا صحراء هنا في الجنوب امسح لك عشان تبان اسمها صحراء كالهاري. اسمها صحراء ايه؟ كالهاري. افتكرها لما مامتك تقول لك كل بالسم الهاري، شلنا بالسم اتبقت كل هاري. نكمل. بالنسبة يا مستر باسم للبحار، سواحل البحر الأحمر بتكون ضيقة، سواحل البحر المتوسط بتكون ضيقة في بلاد المغرب بس واسعة في مصر، سواحل المحيط الأطلنطي واسعة وغنية بالحقول الزراعية، والمحيط الهندي بتكون واسعة في تنزانيا وضيقة في كينيا. واسعة في تنزانيا وضيقة فين؟ في كينيا، عشان هضبة البحيرات الاستوائية مضايقة الدنيا هنا. تنزانيا بتكون واسعة. خلصنا من التضاريس اللي في أفريقيا. تعال نشوف بقى دول حوض النيل.
دول حوض النيل عددهم 11 دولة: مصر، السودان، اريتريا واثيوبيا، جنوب السودان، ركز بقى في دي، اوغندا، كينيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية. تحت خالص عندنا تنزانيا ورواندا وبروندي، تنزانيا ورواندا وايه وبروندي. طب نهر النيل بيبدأ دي المنبع الدائم من عند البحيرات الاستوائية. بص ركز كويس، هقرب لك اهو. عندنا بحيرة هنا اسمها بحيرة فيكتوريا. بحيرة فيكتوريا بيصب فيها من الغرب هنا نهر اسمه كاجيرا، بيصب فيها من الغرب نهر اسمه نهر ايه؟ كاجيرا. يطلع من بحيرة فيكتوريا عندنا بحيرة هنا اسمها بحيرة كيوجا. بحيرة هنا اسمها بحيرة ايه؟ كيوجا. تمام. ما تنساش البحيرة دي بردك للشطار بس، اسمها بحيرة ألبرت. اطلع 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 كمل، هتلاقي عندنا بحر الجبل، نهر اسمه بحر الجبل بيجي من عند هضبة الحبشة. نهر السباط بيبقى بحر الجبل ده ضعيف، بيجي نهر السباط يخلي بحر الجبل يرجع لقوته. يجي نهرين تانيين اسمهم النيل الازرق ونهر عطبره، يصبوا في نهر النيل ويخلوه يجري نهر النيل لغايه ما يوصل عندنا عند البحر المتوسط. نكمل. في انهار تانية ركز معايا شويه. عندك هنا اللي فوق ده اسمه بحر العرب، الشطار بيعرفوه، واللي تحت اسمه بحر الغزال. عندنا ركز بقى في السدود. لو السد على اليمين يبقى ده سد سنار وعلى النيل الازرق، لو السد على الشمال يبقى اسمه خزان جبل الاولياء وده على النيل الابيض. خد بالك ان النيل الازرق بيبدا من بحيره هنا بيسال عليها اسمها بحيره تانا. خد بالك ان مصر عملت في اوغندا هنا سد اسمه سد اوين. الحضارات القديمه في افريقيا ركز عشان نكون عارفهم. طبعا اسهل حاجه الحضاره المصريه القديمه معروف مكانها تحت مصر، مصر مكان اخرها هنا، فتحت مصر هنا عندنا حضاره كوش اللي في السودان. في الشرق هنا فوق القرن ده القرن الافريقي، فوق القرن الافريقي عندنا حضاره اكسيو ودي موجوده في اثيوبيا واريتريا. واخر حضاره في الشمال هنا في الحته المكسوره دي اسمها حضاره قرطاج في تونس دلوقتي اللي عملها الفينيقيون. فينيقيا فين يا مستر؟ هنا بره افريقيا، دي في اسيا ها. ودلوقتي معادنا مع اول درس في الوحده الثانيه، النهايه بتاعت المراجعه. خد بالك انت من دلوقتي يا مكمل يا مش مكمل. هكمل امتى؟ لو انا المدرسه قالت لي ان الامتحان بتاعي على اول 4 دروس. مش هكمل امتى؟ لو المدرسه اكدت عليا ان الامتحان بتاعي على اول 3 دروس بس. احنا كده خلصنا اول 3 دروس ودلوقتي هنخش على الرابع. ركز انت معانا ولا مش معانا؟ ماشي. ده درس الدولة القديمة. قال لك ايه مجموعة النصوص الدينية نقشت بالخط الهيروغليفي على جدران الداخلية للأهرام يبقى اسمها نصوص الأهرام، وساعات بيتقال عليها متون الأهرام. شغال. يبقى احنا نكتب نصوص الأهرام بين قوسين متون الأهرام. طيب فترة زمنية في التاريخ المصري القديم سادت فيها البلاد حالة من الضعف. كنا ضعفاء امتى؟ في عصر اسمه عصر الاضمحلال. طب من هو؟ ركز عشان انا هنا مجمع لك من هو في مربعات تلخص. قدر يوحد مملكه شمال وجنوب وعمل عاصمه اسمها منفر نعرمر بين قوسين مينا. لو مش شايف الكتابه كويس انا سامعني. اسس الاسره الثالثه وصاحب الهرم المدرج في سقاره زوسر. طب مين وزير زوسر واللي عمل الهرم المدرج لزوسر؟ حوتب. مؤسس الاسره الرابعه واطلق عليه الملك المحسن المحبوب. وزاره البلاد في عهده كذا كذا كذا. بعت او ارسل اسطول لفينيقيا ب 40 سفينه وارسل حمله عشان يرجع الامان للحدود الجنوبيه سينفرو. خد بالك مش هجيب لك كده، هجيب لك واحده من دول فلازم تكون حافظ كل دول. تاني ملوك الاسره الرابعه وشاهد الهرم الاكبر وهضبه الجيزه وزاره في عهد التجاره الخارجيه لمصر مع فينيقيا. ملوك الاسره الرابعه التاني يبقى خوفو عشان بنى الهرم الاكبر. طب يا سيدي عمل الهرم الاوسط وامر بنحت تمثال ابو الهول، والنحت عنده كان جامد جدا. خفروع. طب اول واحد في الخمسه مؤسس الخمسه وعمل معابد الشمس وشاهد العديد من المسلات الضخمه. صار كاف. طبعا الملازم دي هسيبها لك في الديسكريبشن تحت. اخر ملوك الاسره الخمسه واول من كتب نصوص الاهرام ناس، الملك ناس. رحاله قام برحلات استكشافيه نحو الجنوب في افريقيا. الرحاله اللي عمل رحلات بيتكتب اسمه كده حر شرطه خوف، خدناه في الدرس الاولاني كده. تعال نكمل ونتكلم عن بما تفسر. ليه العصر العتيق؟ نرفع دي فوق. ليه العصر العتيق؟ عصر بناء وتاسيس في التاريخ المصري، لان اول وحده حصلت فيه في عهد الملك نعرمر او مينا لمملكتي الشمال الجنوب، وتاسست عاصمه مصر الموحده اللي هي اسمها منفر. طب تميز العصر العتيق بالاستقرار وتحقيق الامن. ليه كان في استقرار وامن؟ قال لك لان الملوك كانوا بيامنوا الحدود وبيبنوا الحصون. سمي عصر الدوله القديمه ببناء الاهرام عشان اتبنى فيه اهرامات كتير بسبب اهتمام ملوكها ببناء اهرامات على شكل مقابرهم على شكل اهرامات.
طب ليه المصريين نحتوا في الدوله القديمه تماثيل ملكيه؟ عشان بيعبدوا الملك بسبب اعتقادهم في قدسيه الملك. تسميه هرم سقاره بالهرم المدرج، ليه سميناه هرم مدرج؟ عشان عباره عن 6 مصاطب مختلفه الحجم ومتدرجه. لقب الملك سنفرو بالملك المحسن محبوب، ليه سنفرو بتقول عليه ملك محسن ومحبوب؟ لانه كان ملك عظيم وعادل، عظيم وايه؟ وعادل. ليه الملك سنفرو ارسل اسطول بحري لفينيقيا؟ عشان يجيب منها خشب الارز، اخشاب شجر الارز. سقوط الاسره الرابعه، ايه اللي حصل عشان تسقط الاسره الرابعه؟ قال لك عشان النفوذ. يعني ايه نفوذ يا مستر؟ سيطره. النفوذ كانت الاله رع، الاله الشمس، ها؟ في اواخر الاسره الرابعه زاد. ايه الكهنه؟ يعني كهنه رجال الدين بتوع الاله رع، وكبيرهم اسر كاف، قدر ان هو اصلا كبير الكهنه يوصل للحكم. اهميه نصوص الاهرام، ليه نصوص الاهرام مهمه؟ ادتنا معلومات كتير مهمه عن المعتقدات الدينيه للمصريين، علمتنا حاجات عن المصريين. ضعف وسقوط الدوله القديمه، ايه اللي خلى الدوله القديمه تنتهي؟ عشان الملك كان ضعيف، السلطه المركزيه عن الملك، فساعتها ما بقاش في مشروعات اقتصاديه ولا اجتماعيه، وده خلى المصريين يعملوا ثوره ضد الملك ذات نفسه. ما النتائج المترتبه على زياده نفوذ كانت الاله رع في اخر الاسره الرابعه؟ قال لك سقطت الرابعه واسر كاف بقى الحاكم وزاد نفوذهم حكام الاقاليم، ووصول الملك اسر كاف كبير الاله كانت الاله رع واله الشمس للحكم، وعمل الاسره الخمسه. طب ليه تعرضت مصر لاضمحلال؟ لان الملك كان ضعيف، او ايه نتيجه ان احنا دخلنا اضمحلال؟ قال لك مصر اتقسمت للاسف، وتعرضنا كمان لهجمات من بره، والبناء والتطور وقف، ما بقاش فيه ولا بناء ولا تطور. ظهور الاسره ال11 في مصر القديمه، ليه ظهرت الاسره ال11؟ قال لك لا ده سؤال ايه؟ ما النتائج؟ الاسره ال11 رجعت مصر متوحده، وبيبدا العصر الجديد اللي هو الدرس اللي بعده اللي هو عصر الدوله الوسطى. دلل يعني ايه مستر؟ دلل يعني ازاي؟ اهتم ملوك العصر العتيق بالانشطه الاقتصاديه. ازاي الملوك العصر العتيق عملوا انشطه اقتصاديه؟ قال لك يا سيدي امنوا الطرق الصحراويه عشان التجاره تعدي فيها في امان، سيطروا على الاماكن اللي تحت الجندل الاول عشان يتاجروا اكتر، واستغلوا محاجر سيناء، طلعوا حجاره من سيناء. طب المقابر اتطورت في العصر العتيق، قال لك كان الملك بيدفن في حفره، فاتطورت من مجرد حفره الى مصطبه. قال لك ايه؟ بص حجره دفن من الحجر الجيري يعلوها جزء من طوب يشبه المصطبه. طب تطورت المقابر في الدوله القديمه في العتيق من حفره لمصطبه. طب في الدوله القديمه قال لك من مصطبه الى عده مصاطب اللي هي هرم زوسر، ثم وصلت الى الهرم الكامل في عهد الملك خوف، كان هرم كامل ما فيهوش غلطه. برع الفنان المصري القديم خلال عصر الدوله القديمه في فن النحت. كان بينحت ايه؟ قال لك يا سيدي نحت تماثيل من الحجر معروفه، عاج. ايه العاج ده؟ عارف في الفيل جنب زلومه الفيل في انياب، ده اسمه العاج. وخشب. نحت ايه؟ تماثيل ملكيه لانه بيعتقد ان الملك مقدس. تماثيل نبلاء زي تمثال النبيل كعبر اللي بيتقال عليه ايه؟ تمثال شيخ البلد. ونحت كمان تماثيل في وضعيات جديده زي تمثال الكاتب ده اللي على 200 جنيه يا اولاد. 200 جنيه تمثال الكاتب المصري الجالس، عمل ترسام لواحد مربع رجله الذي يظهر دقه ومهاره الفنان المصري القديم. براعه الفنان المصري القديم خلال عصر الدوله القديمه في فن النقش، لانه نقش نقوش بارزه على الاسطح صلبه، خلى النقش يكون طالع بره الحيطه. براعه الفنان المصري خلال عصر الدوله القديمه في فن الرسم. ايه الدليل؟ انه كان شاطر في الرسم، قال لك استخدم الوان وعمل رسومات جامده جدا على جدران المعابد. وصل فن النحت في عهد خفرع لقمته، لان الفنان قدر يستخدم اصلب انواع الحجر زي حجر الديوريت، ده تاني اكتر حجر صلب في الدنيا بعد الالماس. تنوعت الانجازات المعماريه في عهد الملك اسر كاف، اتبنى حاجات جامده كتير في اسر كاف. قال لك عملوا معابد الشمس المكشوفه من غير سقف، وكمان عمل مسلات كتير. توجد علاقه بين اخر ملوك الاسره الخمسه اوناس واصدار الادب الديني، لان اوناس ده هو اول واحد يكتب نص الاهرام على حجره الدفن بتاعته. قال لك حيث يعد الملك اوناس اول من كتب نص الاهرام على جدران حجره الدفن لحمايه الملك في الحياه الاخرى. وبعد كده الملوك عملوها، والكتابات دي امدتنا معلومات مهمه عن معتقداتهم الدينيه، خلتنا نعرف بيفكروا في ايه في دينهم. اهتمام ملوك عصر الدوله القديمه باكتشاف قاره افريقيا، ليه كانوا مهتمين يكتشفوا افريقيا؟ او ازاي كانوا مهتمين؟ قال لك الاسرتين الخمسه والسته بعدوا رحلات كتير. اشهر الرحاله اللي راحوا لافريقيا رحاله اسمه ايه؟ حرخوف. افريقيا اتاثرت بينا ازاي افريقيا؟ قال لك يا سيدي عبدوا بعض المعبودات المصريه، زي هنلاقي ان الصقر كان شعار الاله المصري الملك المصري. هنلاقي ان الملوك في اوغندا اتخذوا من الصقر شعار ليهم زي الملوك عندنا. كمان خدوا عادات مصريه زي مثلا تحنيط جثه الملك. هنلاقي ان ملوك وامراء الكونغو كانوا بيحنطوا جثه الملك.
مع انهم ما عرفوش كل الاسرار مننا. كمان هنلاقي ان الالات الموسيقيه بتاعتنا انتشرت في غرب افريقيا. واضح ان احنا في شرق افريقيا اثرنا لغايه الغرب. ماذا كان يحدث اذا؟ ايه اللي كان يحصل لو لم تضعف السلطه المركزيه في اخر القرن عهد الملك بيبي الثاني؟ لو الملك ما بقاش ضعيف طبعا الدوله مش هتسقط. عدم تدهور احوال اقتصاد واجتماع وسياسه مصر، لم تعم الفوضى، مش هيبقى في فوضى في البلد، ومش هتسقط الدوله القديمه. شويه معلومات بقى نخلي بالنا منها. العصر العتيق ده عصر بدايه الاسرات، بيمتد من الاسره الاولى للثانيه. ماشي، ايه الخصائص في العصر ده؟ كان في استقرار وقدرنا نحقق الامن الحمد لله، واهتم الملوك بالعماره خاصه بناء المقابر الملكيه. طب في الدوله القديمه اسمه بناء الاهرام، بيمتد من الثالثه للسادسه. ايه المميز فيه؟ كان في استقرار الحمد لله. عملنا انشطه اقتصاديه، تاجرنا، زرعنا، صنعنا. ايه تاني يا مستر؟ كمان فن العماره اتطور، بنينا حاجات احلى. كمان كان الفنان المصري القديم كان شاطر في النحت والنقش والرسم. شفنا دي اسئله فوق. واخيرا ظهر الادب، بالذات الادب الديني. عارفين طبعا نص الاهرام كانت موجوده في العصر ده. العصر اللي بعده اسمه عصر الاضمحلال الاول او عصر الضعف الاول، بيمتد من الاسره السبعه للعاشره. ماشي. البلاد تعرضت للانقسام والغارات الخارجيه، في ناس كتير هجمت علينا، والبناء والتطور وقف، ما بقاش في اي تطور في مصر. اخر حاجه علاقه مصر بافريقيا في الدوله القديمه، الملوك حاولوا يكتشفوها خاصه الاسره الخمسه والسادسه، ويأمنوا حدودنا من ناحيه الجنوب من ناحيه افريقيا، ونتاجر كمان معاهم. كمان سادت الصداقه والتعاون والتبادل الثقافي مع بلاد افريقيا، تبادلنا معاهم، صدقناهم، تعاوننا معاهم. توته توته، خلصت الحدوته كده. المراجعه بتاعتنا خلصت. اتمنى اللي احنا قلناه ده يكون هو اسئله الامتحان كلها ان شاء الله. اتمنى انت تقفل الامتحان او انت تقفلي الامتحان وتجيبوا اعلى 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 درجه ممكنه، وهتوحشوني جدا لغايه ما اشوفكم في الحصه بتاعتكم. سلام.